السلام عليكم. طبعا كنا شفنا الفيديو بتاعت البنت بتاعت حلوان وهي بتصور الشاب اللي كان واقف مع صاحبه عند المحل زي ما انتم شايفين كده في الفيديو قدامكم. الاخت جت والولد واقف مع صاحبه شاب، واضح انه شاب كبير يعني، وبيتكلم معاه. فجأة لقى 3 بنات دخلوا عليه بيصوروه، وواحدة فيهم بتقول كلام مش مفهوم، تقريبا كلام جاي من الفضاء يعني. وبعد شوية راحوا لافين وماشيين. طبعا الشاب ربنا كرمه ان الوقت ده كان في كاميرات بتصور من المحل اللي هو واقف عنده، اثبت حالة ان هو ما بيعملش حاجة، والا كان تم اتهامه بالتحرش وثبتت التهمة عليه بالفعل. ولكن هو ربنا كرمه بالموضوع ده. فلما تلاقي البنات او العيلة يعني لقوا ان الموضوع فكس منهم، وان الاتهام طلع باطل، بل ان الناس حفلوا عليها، يمكن رجاله وحريم كمان، وفي حريم هزقوها ووقفوا في صف الراجل. طلعت البنت علينا في فيديو تاني تقول ان ده قريبنا، وان هو كان يعني في تهم بينه وبين عيلتي يعني، وان هو كل شويه يعدي يضربني قلمين ويمشي، وبعد كده يمشي يعني، وتيجي تقول ده ضربني ده عملني، محدش بيصدق ان هو ضربها. فهي قالت تثبت حاله ان هو موجود في حلوان، وبالفعل صورته قدام المحل عشان تاكد لاهلها ان هو يعني بيجي يضربها في حلوان. تقريبا ما اعرفش هو ساكن في حته تانية، بيجي من الحته التانية ياكلها القلمين وبعد كده يروح. وقالت ان فعلا في قواضي شغاله بينه وبين اهلها او بينه وبين حد من اهلها، ولسه الموضوع في المحاكم. فطبعا يعني ما شاء الله يعني البنت من كذب الكذب، نفس سياسة مريومة اللي هو سرقني، تحرش بيا، ضربني، بيمشي ورايا عايز يموتني. هي نفس القصة. الاول موضوع التحرش فكس منها، قالت لك نستخدم موضوع ان هو بيعدي يضربني، فكس منها اصله بيعدي يشتمني، فكس منها اصله مش عارفة فهو نفس النهج بتاع مريومة. ماشي. وعايزين يعني، طب الناس شتمتها، الحمد لله ان ربنا كرم الشاب ده، وفعلا ان البنت دي طلعت كدابة، والا كان ممكن يتبهدل ويتهان ويتاخد يتحبس بتهمة ان هو تحرش بيها. ولكن ربنا كرمه، والناجيات في المرة دي ما قدروش يعملوا له حاجة. طبعا قبلها بيومين كان في حادث برضو تحرش لفتاة اسمها نور، بتقول على واحد في ان درايف ان هو تحرش بيها، وفعلا عملت له محضر، والشاب اتجاب، وبتقال ان هو من اسوان وتحرش بيها ومش عارفه وحتى قالوا ان هو حاول، قال لها ابوس رجلك بس ما تضيعيش مستقبلي. ولكن هي ما قبلتش يعني ان هي تتنازل عن المحضر او تتنازل عن القضيه. فطبعا احنا يا جماعه زي ما بنقف مع مع المظلومه، لازم نقف مع اللي مظلوم. ويمكن ده حصل من صفحه اسمها فيمينيست كوين، ان هي وقفت معاه من باب زر الرماد بالعيون يعني زي ما بيقولوا، عشان بعد كده تبدأ تشتغل موضوع دس السم في العسل. بس التعليقات اللي كانت على البوست بتاعها كلها تبريرات، وكلها ما هو يمكن عمل فيها، ما هو مش معقولة هتيجي من الباب للطاق، ما هو مش معقولة مش عارفة طبعا كله بيرمي بالباطل قبل ما يعرف ان الجماعة دول قرايب ولاد عم في بعضيهم. فطبعا احنا زي ما قلنا، زي ما بنقف مع اللي مظلومة بنقف مع الظلمة. بس هل الجماعة الفيمينيستات والنسويات والناجيات فعلا بيقفوا مع الحق، ولا هيطلعوا زي ما عملوا في موضوع مريم يقول لك اصل حكم المحكمة وحده مش كفاية عشان يبرأ المظلوم؟ احنا بس مستنيين ان هم يورونا نفسهم ويورونا شطارتهم في ان هم زي ما انتوا بتقفوا مع البنت ظالمة او مظلومة، هي في الحالتين مظلومة وهي في الحالتين ناجية، فلازم نقف جنبيها. فلازم احنا برضو يا جماعة كرجالة، لان الموضوع زاد عن حده وتحول من مجرد تصوير لواحدة مظلومة، تحول لرمي بلا وتصوير بظلم وقلة ادب واستخدام خاطئ للسوشيال ميديا زي ما بيقولوا. فاحنا بنطلب ان البنت دي تتجاب وان هي تتاخد عشان يتحقق معاها، واللي ليه حق ياخده واللي عليه حق يدفعه. تمام.